السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. قبل ساعات فقط من انعقاد مفاوضات حساسة حول ملف الصحراء المغربية في إسبانيا، خطوة دبلوماسية مفاجئة قام بها وزير الخارجية الجزائري أثارت جدلا واسعا وتساؤلات عميقة حول الدور الحقيقي للجزائر في هذا النزاع. فما الذي حدث؟ ولماذا اختار الوزير الجزائري هذا التوقيت بالذات؟ هذا ما سنكشفه لكم الآن بكل هدوء وموضوعية في خبر جديد وعاجل. وقبل ساعات من مشاركته في جولة مشاورة دولية حول ملف الصحراء المغربية في إسبانيا، أقدم وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف على خطوة دبلوماسية وصفت من قبل متابعين بأنها محاولة استباقية للتغطية السياسية على حضوره في مفاوضات ينظر إليها على أنها تؤكد انخراط الجزائر كطرف معني بالنزاع، خلافا للخطاب الرسمي الجزائري الذي طالما نفى ذلك. وفي هذا السياق عقد أحمد عطاف اجتماعا رسميا في العاصمة الإسبانية مدريد مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس. وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية على أن اللقاء تناول علاقات التعاون الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والفضاء الأورو متوسطي. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة على أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في إعادة تفعيل الحوار السياسي حول النزاع في الصحراء المغربية بعد فترة طويلة من الجمود. وبحسب ما أوردته صحيفة الكونفيدونسيال الإسبانية، فقد تمت دعوة وزير خارجية المغرب ووزير خارجية الجزائر ووزير خارجية موريتانيا ووفد من جبهة البوليساريو لحضور اجتماع مرتقب يوم الأحد بمقر السفارة الأمريكية في إسبانيا. ومن جهتها اكتفت وزارة الخارجية الإسبانية بالإعلان عن أن الوزير ألباريس عقد اليوم السبت لقاءات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، على أن تعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات أخرى في مدريد مع وزير الشؤون والخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأثار تواجد وزير الخارجية الجزائري في إسبانيا صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا لدى من يروجون لخطاب مفاده أن الجزائر ليست طرفا مباشرا في نزاع الصحراء. واعتبر هؤلاء أن الحضور المباشر لوزير الخارجية في هذا التوقيت الحساس يتناقض مع الموقف الرسمي المعلن ويطرح تساؤلات جدية حول حقيقة الدور الجزائري في مسار المشاورات الجارية. إذا مشاهدينا الكرام، نحن أمام تحرك دبلوماسي لافت قد يحمل دلالات سياسية عميقة بشأن مسار ملف الصحراء ودور الأطراف الإقليمية فيه. فهل نشهد بداية مرحلة جديدة من المفاوضات، أم أن الأمر لا يتجاوز تحركات ظريفة دون نتائج ملموسة؟ نترك لكم الرأي، شاركونا تحليلاتكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم آخر الأخبار بكل مهنية وهدوء ومصداقية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.